مرحبا عشاق الفنون القتالية المختلطة. إيليا توبوريا يزداد جنونا بعد أن أصبح رسميا أول بطل مزدوج في تاريخ UFC من إسبانيا، والآن يطمح ليصبح بطلا ثلاثي الأحزمة. وهدفه الجديد من غيره سوى إسلام مخاشف يستعد للصعود إلى وزن الوالتر ويواجه جيك دي لامادالينا في UFC 321. توبوريا قال: إن نجح مخاشف في الفوز وأصبح بطل وزن الوالتر فسيتخلى عن حزام وزن الريشة ويصعد لمواجهته. نعم، هذه هي بداية حملة 3 أحزمة لإيليا توبوريا. طموح مجنون، ولكن هكذا هو توبوريا. رغم أننا نعلم أن الفوز على تشارلز أوليفيرا في الجولة الأولى، خصوصا وأنه لم يكن في شبابه اليفيد، لا يعني بالضرورة أنه قادر على المنافسة في القمة الأكبر يفيدا. والآن توبوريا بدأ يتحدث بثقة متحديا مخاشيف، أحد أكثر المقاتلين سيطرة في UFC والمعروف بقدراته على الأرض. ولكن من يدري، إذا فاز إسلام فعلا على جاك ديلان فقد تصبح مواجهة توبوريا ضد مخاشيف واحدة من أعظم النزالات بتاريخ UFC. ما رأيكم؟ هل يستطيع توبوريا فعلا أن يصبح بطلا ب3 أحزمة؟ أم أنها مجرد أوهام من نجم ظهر فجأة؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات.